السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. النهارده معانا زينة رمضان، هنعملها من مخلفات البيت. اي بطرمان قديم، اي عروسة قديمة، اي حاجة عندك قديمة هنقدر نستغلها، بدل ما نروح نشتري فوانيس او كده او نفرح عيالنا في ظل الظروف دي اللي ربنا ييسر كده الحال يا رب. ده كان علبة حمام كريم، هنكسيها كده الغطا بأي قماشة لونها اسود، اي طرحة بقى قديمة، اي عباية مش عايزاها تقدري تستغليها. وعندنا ده ورق من كان مفرش تلاجة، تقدري تستخدمي الورق بتاع الخيامية بتاع آه، زينة رمضان ده العادي لو عندك، وممكن تعمليها سادة براحتك. هنغلفها كده، مستخدمين مسدس الشمع. وهنا أي قماشة قصقصة عندك هنعملها زي جلابية كده، نقفلها من الجنبين بس ونخلي الفتحتين بتاعة الدراع. وهنا أنا جبت برضو جزء من القماشة السوداء وهعملها زي العباية، حتة مستطيلة كده، قطعة مستطيلة هتعملها تقفليها من الجنب ده ومن الجنب ده. واي شريطه كده هنعملها زي عمه كده بتاعه العروسه كده، نحطها للعروسه. قفلناها من الجنبين بس خلينا جزء كده عشان نحط فيه ندخل فيه دراع العروسه. وده شريط ستان، وممكن اي قصقوصه كده تكون قماشه من لون تاني. هنبتدي نسرجها كده، طريقتها على فكره سهله جدا جدا يعني، وممكن تخلي اطفالك كمان يشاركوكي فيها. يا رب يكون الفيديو واضح قدامك، انا حاولت بس اختصر على قد ما اقدر عشان الفيديو ما يبقاش ممل. هنخيطها كده، ممكن نستخدم كمان افكار كتير زي شراب يكون غامق كده قديم. بنحط هنا نقطتين من الشمع عشان نثبت عين العروسة. وهنا قصينا طرف كده من القماشة تكون مشرشبة كده، عملناها زي دقن. ايوه كده بنقطة شمعة نلزقها. وجزء تاني كده هنعمله زي مثلث كده. بقت معانا جاهزة عشان العباية تفضل كده ما تبقاش نخيطها كده، نقفلها كده مع بعضها ونديها غطا وهنثبتها في اي كرتونة بقى او اي قاعدة خشب او اي حاجة عندك. وهنبتدي نقص دوائر صغيرة كده على شكل قطايف. وده خيوط، كذا خيط كده، تجيبي غطا ازازة او اي حاجة وتشبكيها كده بخيط. انا بليتها عشان اقدر اتحكم فيها شوية. وهنا اي عروسة، دي بواقي عرايس انها ما اشتريتش حاجة يعني. بصوا، هو اعادة تدوير لكل حاجة في البيت. يعني انا ما اشتريتش اي حاجة خالص من بره، اي علبة كريم، اي عروسة قديمة. يعني دي العرايس دي كانت بتاعت بنتي، كانت هتترمي، فنستغلها بقى. مش حمل لسه بقى نجيب زينة رمضان وتكاليف زيادة. ربنا قادر كريم يفك كربنا جميعا، بس نفرح عيالنا كده بأي حاجة متاحة، وربنا كريم. هنا تقدري برضو تستبدلي كل الورق اللي هو بتاع الخيامية ده بأي قماش قديم أو أي ورق حتى ملون. جلاد كراريس كده عملناه زي قرطاس كده، بقت كده جاهزة معانا. ده بطرمان علبة صلصة، ودي كانت ازازة بتاع واحدة بتاعت اللعبة البلاستيك اللي هي بتاعت البولينج دي، عملناه زي مدفع. بس كده، وده الشكل النهائي بتاعه. يا رب يكون عجبكم، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.